طبعا يا جماعه اليوم انا في سد وادي ضيقه مع اخوي عبد الله. يا جماعه يمكن في بعض الناس ما تعرف ان فيها انشطه وفعاليات موجوده في سد وادي ضيقه، فاليوم راح نتكلم مع اخوي عبد الله عن الانشطه والفعاليات. يعطيك العافيه اخوي عبد الله. هلا والله، مرحبا، كيف الحال؟ عجبني اللقاء. الله يعافيك. انا بسالك عطني الانشطه والفعاليات اللي موجوده في سد وادي ضيقه. طبعا شوف، نحن عندنا السبورت وتر او القوارب المائيه، عندنا الدونت بوت ياخذ 6 اشخاص مع ماكينه كهربائيه، والروبوت نفس الشيء الكتريك مع ماكينه كهربائيه ياخذ 3 اشخاص، وعندنا قارب البدل اللي هو بالرجل، وعندنا الكياك اللي هو معروف، عندنا قارب كبير ياخذ 14 شخص جوله كامل في البحيره، وعندنا الستاند اب بادل، وعندنا العاب القوس والسهم، وعندنا مسارات الهايك ومسارات الخيل ومسارات السيك الجبلي، وعندنا الفيفراتا والكلايمنج وول والزبلاين، وعندنا ايضا هنا لعبه اللي هو السلاح الغازي والفأس والرمح والمخيمات اللي موجوده، وعندنا شيء هنا حاجه يسموها داي باس. داي باس تعتبر 20 ريال، يقدر يجرب كل التجارب اللي هي المائيه ما عدا القارب الكبير والمسارات الجبليه والخيل. الله يعطيك العافيه. بس يا جماعه خلينا نقول لكم شيء، هذه تخيلوا تقدرون انتم يا العوائل ولا الاهل ولا الجروب الشباب ولا البنات تجون مني واخوي عبد الله ما راح يقصر معكم، وطبعا يقول لكم انا مو مقصر بمناسبه اليوم الوطني، مسوي سعر مناسب، فحياكم الله.